في ناس عدوا في حياتنا، سابوا أثر وسابوا بصمة. ناس يمكن ما كملوش، بس وجودهم ساب علامة، والعلامة دي هي اللي خلتك تطلع من كل تجربة إنسان جديد. تعالوا نفتكرهم ونعرف اللي علمنا الحب، اللي علمنا الحروف، اللي مسكنا في عز ما كنا ضايعين كان ليه دور وكان ليه أثر. المصحف اللي كان أبوك دايما ماسكه، كان بيفتحه قبل الفجر ويفضل يقرأ فيه لحد الصبح. كل صفحة منه فيها ريحته، فيها ريحة دعوة، وفي كل دعوة كانت فيها حتة من قلبه. النهاردة بتفتكره في صلاتك، بتفتكره في دعواتك، بتفتكره كل يوم وانت ماسك فيه المصحف. وفي مدرس علمك ان الحروف مش بس كلام، دي كانت مفاتيح، مفاتيح فتحت لك أبواب الحياة، واللي خلاك تقول من قلبك: شكرا يا أستاذي، شكرا يا اللي علمتني، شكرا يا اللي خلتني أفهم وأتعلم وأتنور. كنت دايما قدوة في الأخلاق والاجتهاد، وما بخلتش علينا بعلمك ولا بنصح. أنا ممتن جدا إن كنت أحد اللي اتعلمه تحت إيدي، جزاك الله خيرا عنه. وفي طبيب كان له الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. الطبيب ده كان أكتر من مجرد طبيب، كان دايما موجود وقت التعب، بيسمعك ويفهم ويداوي. من وانت صغير كنت بتروح له وانت خايف، تخرج من عنده وانت مطمن. كان بيطمنك بكلمة ويديك أمل وابتسام. عمرك ما هتنسى فضله بعد ربنا عليه، جزاه الله خيرا عنا. وفي المدير كان دايما بيدعم اللي حواليه وبيثق فيهم وقت ما الكل بيشك، زرع فيهم الثقة في نفسهم وفتح لهم أبواب النجاح بكلماته وتشجيعه. وجوده كان دايما سبب إن ناس كتيرة توصل لأعلى المراتب. كان بيبني شخصيات ويخلي اللي حواليه يطلعوا أحسن منه، جزاه الله خيرا عنا. في حياتنا بيعدي علينا ناس ما كانوش مجرد أشخاص، دول كانوا محطات، كل واحد فيهم ساب علامة وأثر وذكرى ما بتتنسيش. يمكن حاجات بسيطة في عين الناس تبان عادية، لكن اللي عاش التجربة وعرف القيمة هيشوف فيها حياة كاملة وفضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. وكلهم سابوا فيك حاجة، وساعتها المكان ما بقاش فاضي، اتملى بالحكايات، بالحب، بالأثر، وانت قاعد بتكمل مشوار. ناس كتيرة عدوا في حياتنا، مش مهم كانوا مين، المهم انهم سابوا حتة منهم جوانا، والحتة دي هي الأثر، هي البصمة. أثر وبصمة، أثر يروي القصة، وبصمة تخلد الذكرى.